بسم الله الرحمن الرحيم. اسرع جلاش تعمليه ما شاء الله عليه. طري كله من بره ومن جوه، مفيش غير الطبقه دي بس اللي مجرمشه ما شاء الله، محمر من فوق ومحمر من تحت، جميل جدا. وطري خفيف سكر، ويعني مفيش عسل، لبن بس، والحلو بتاعه خفيف. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده نعمل مع بعض جلاش من غير عجن، من غير فرد، من غير اي تعب. في 10 دقائق ان شاء الله هنعمل احلى جلاش. هنعمل جلاش باللبن ان شاء الله النهارده. انا جايبه لفه جلاش اهي. هنعملها ان شاء الله مع بعضينا سريعه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي لفه الجلاش، ومعايا كوبايه سمنه. معايا هنا يعني الحشو ده بتاعك انت، ممكن تعمليه من غير حشو خالص، بس هي عشان جلاش فلازم نطعمها كده. معايا حبه جوز هند ومعلقتين سكر ومعلقه فول سوداني. كتر الحشوه براحتك، قلليها براحتك، ده حاجه براحتك انت خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه نباتي ومخلوطه، براحتك فيها برضه. يعني ممكن تخلطي بلدي على نباتي، مفيش مشاكل في الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بتاخدش سمن خالص، سمن خفيف جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يهمكيش تفصل منك الجلاشه كده، مفيش مشاكل. احنا كلنا عارفين الجلاش الجاهز، ممكن نعملها كده. بسم الله. في طرف هنا يزيد معاكي كده، اي حته يزيد معاكي كده اتنيها، بدل ما تقعدي تقص فيها وتشيلي فيها، لا طبقيها احسن. بسم الله. بسم الله. هفضل يا حبايبي كده احط واحده واحده وادهن كده لغايه ما اخلص نص لفه الجلاش، وبعد كده هنضيف الحشوه مع بعض ان شاء الله، عشان بس ما اطولش وقت الفيديو عليكم. خلاص كده يا حبايبي، انا قسمت اهي، قسمت لفه الجلاش نصين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب حبه السكر على الوش كده، اقلبها مع جوز الهند والفول السوداني. ارشها بايدي افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ما بيحبش المكسرات والحشوه برضه عادي هيعملها ساده. خلاص كده خدت كفايتها كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ احط النص التاني. انا مش هتني الاطراف دي، لان دي بعد كده هاخدها لجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزين نزود سمنه عشان ما تبقاش تقيله علينا في الاكل الجلاشه. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلص الجزء التاني بنفس الطريقه ونرجع مع بعض واحنا بنقطعها ان شاء الله. خلاص كده يا حبايبي، فردت الجزء التاني هو اللي من فوق اهو. هبدأ اجي واخداها كده. بص الاطراف دي اللي طالعه كده انا سايباها عشان ما تقعدوش تقصوا وتهدر منها كتير وتبوظيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هتتني الحرف بس كده الجو.
بالشكل ده كده. اخر طبقه من فوق، اخر واحده من فوق انا لسه ما دهنتهاش، دهنتها بعد ما سويت الجوانب كده. بس دهنتها بعد ما نعدلها يعني عشان ايدينا ما تغرقش سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما ينفعش اسوي الجلاشه وبعدين اقطعها، لازم اقطعها الاول قبل ما ادخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. التقطيع ده براحتك فيه، تقطع مثلثات، تقطعيها صوابع زي ما تحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده يا حبايبي هدخلها الفرن على الرف الوسطاني، مش هحطها على البلط تحت الفرن عشان ما تلسعش مني. بالظبط 10 دقايق وهطلعها هنسقيها مع بعض ان شاء الله. بعد ما طلعت من الفرن يا حبايبي بالظبط 10 دقايق انا شغلت المروحه تحت الفرن وما ولعتش الشوايه. انت ممكن تولع الشوايه براحتك. انا معايا لتر الا ربع، يعني لبن، كيلو الا ربع لبن. هتاخد اللي هتاخده منه والباقي هخليه. اللبن بارد وهي لسه طالعه من الفرن، محليه اللبن بالسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما هسقيها اغطيها شويه قبل ما اقدمها، فوطه كده نظيفه ونغطيها بيها، او كيس بلاستيك عندك، بس عشان الصينيه سخنه مش هينفع تحط لها كيس، فغطي بفوطه نظيفه من فوط المطبخ. خلاص كده خدت يعتبر نص كيلو لبن، ده باقي ربع الكيلو معايا، يعني كوبايتين بالمج. هغطيها شويه وبعدين هنرجع نقدم مع بعض ان شاء الله. ده الشكل النهائي بتاع الجلاش بتاعنا يا حبايبي اهو. اسرع جلاش تعمليه ما شاء الله عليه. طري كله من بره ومن جوه، مفيش غير الطبقه دي بس اللي مقرمشه ما شاء الله، محمر من فوق ومحمر من تحت، جميل جدا. وطري خفيف سكر، ويعني مفيش عسل، لبن بس، والحلو بتاعه خفيف. يعني حاجه كده من الاخر. جربوا الوصفه دي ان شاء الله وادونا رايكم فيها. حبايبي ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل الوصفات السهله السريعه. بالهنا والشفا.